المفروض ان احنا نعمل ايه؟ خصوصا انه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي يا قدس ابونا التسامح او السكوت بيعتبر ضعف واهانه، او يعتبر انه بيخلي حد تاني يتجاسر على الشخص او انه يكرر الموقف. فايه الحكمه اللي نقدر لو اتحطينا في موقف زي كده، انه جار شتم حد، انه في المواصلات في الشغل حد تطاول على شخص ليه علاقه حقيقيه بربنا، يبقى رد فعله ايه؟ القضيه هنا مزدوجه المعاني نقدر نقولها. اول حاجه انه المسيح علمنا التسامح، والمسيحيه علمتنا يعني التسامح في حقوقنا الشخصيه الى حد بعيد. يعني العظة على الجبل ربنا يسوع المسيح قال يعني او قال طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. اللي بيهان من أجل اسم الله ومن أجل أنه هو إنسان مسيحي يا بخته إذا احتمل هذه الإهانة، لكن عن قوة مش عن ضعف. يعني القوة هنا في إيه؟ مش رد الشتيمة بالشتيمة. القوة أن القوي هو اللي بيسامح، القوي هو اللي بيغفر، القوي هو اللي بيستوعب الآخر. مكتوب عن ربنا يسوع المسيح اللي قال تمثلوا بيه يعني انه كان يشتم ولا يشتم، لا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. فربنا يسوع المسيح علمنا التسامح يعني، وعلمنا ان دي اكاليل الانسان بياخدها. لكن في نقطة فاصلة، ان مش معناها ان الانسان المسيحي يبقى ملطشة. لان الشباب بيتضايق قوي ان احنا نقول له اتنازل اتنازل اتنازل، سامح سامح سامح. هنا كل قصة لها مفرداتها وكل قضية لها معطياتها.